كل الشروط لازم تتحقق، والسر في دالة AND. دالة AND بتقول إيه؟ لو كل الشروط صح هيديك true، لو عندك شرط واحد بس غلط هيديك false. يعني هي عكس دالة OR. دالة OR كانت بتقول لك شرط واحد يديك صح، هنا بقى بيقول لك لا، لازم كل الشروط تكون موجودة عشان يديك صح. مثال بسيط، لو أنا عندي برضو نفس الجدول ده كده، عندي طبيعة عمل وسنوات خبرة وتقييم عمال، عندي 3 شروط أهم: طبيعة العمل دوام كامل وسنوات الخبرة 2 وتقييم العمال 2. عندي لو أنا اتحقق ال3 شروط دول يديني ترو، ما اتحققش أي شرط منهم هيديني فولس. يبقى الحل مع دالة إيه؟ مع دالة AND. هنقول بتساوي AND ونفتح قوس ونيجي على طبيعة العمل، هنقول بتساوي الشرط بتاعها كوما سنوات الخبرة أكبر من أو يساوي الشرط بتاعها كوما تقييم العامل أكبر من أو يساوي الشرط بتاعه، ونقفل القوس وإنتر. دلوقتي قال لي الثلاث شروط دوام كامل وسنتين خبرة وتقييم عامل سنتين، أو اداني ترو لأن أول واحد دوام كامل وسنتين خبرة وسنتين تقييم. لو أنا غيرت مثلا أي شرط من دول خليته ساعات اداني فولس. ليه؟ لأن في شرط ما اتحققش من الشروط كلها فلازم يديني فولس. يبقى طبيعة دالة AND لازم 3 شروط أو كل الشروط اللي أنت حاططها تكون محققة. نسحب بقى الدالة بتاعتنا على الرينج بتاعنا، نثبت الأول ب F4 على الشروط بتاعتنا ونسحب على الرينج بتاعنا كله. دلوقتي اللي اتحقق ال3 شروط هيديني ترو، شكل دول مثلا كده. واحدة اهي ما تحققش شرط واحد أو أكتر بيديني فولس. مع دالة AND بتديك تحكم دقيق جدا ومثالية للشروط المركبة، بتستخدم في الحضور والانصراف والتقييمات. ليه؟ لأن هي لازم فيها كل الشروط تكون محققة. عايزك تجربها عندك وتعرفني برضو في التعليقات عرفت تعملها ولا لا، وعاوزك تعمل شير للفيديو علشان غيرك يستفاد منه، وما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد من قناتنا.